يا وينكم حنبع المجبري هداف، خليل العياري متألق، وسيباستيان تونيكتي يبدع مع فريقه سيلتيك الاسكتلندي. هو البارح حنبع المجبري ساهم في عودة فريقه بيرلي أمام فريق كريستال بالاس بعد ما كان متأخر 2-0، وين حنبع بدأ هجمة وكملها هو في الشباك، سجل الهدف الأول في الريمونتادا اللي عملتها بيرلي أمام كريستال بالاس في مباراة انتهت بنتيجة 3-2. من لانجلتير نمشيو لفرنسا، وين خليل العياري يتألق في مباراة بي اس جي يو 23 أمام نيس يو 23 في مباراة انتهت نتيجة 2-1 للفريق الباريسي، تحصل فيهم خليل العياري على زوج ضربات جزاء. ومن فرنسا نعاودوا نرجعوا لبريطانيا، وين سيباستيان تونيكتي قاد فريقه لفوز على فريق ليفينغستون، ضالي هكا اسمه، وقدم اسيست لأليكس اوكسلات شمبرلين اللي سجل الهدف الثاني لسيلتيك الاسكتلندي، وهكا انتهت مباراة بنتيجة 2-1. بالنسبة لحنبع المجبري وسيباستيان تونيكتي فإنه مكانه في المنتخب الوطني التونسي مؤكد، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل صبري اللاموشي باش يلتفت لخليل العياري؟ انت إذا باش ما تفوتكش أخبار المحترفين التوانسة في الخارج ما تنساش الفولو، ملتقانا في فيديو قادم. بيس.